بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الشيخ عبد الله رشدي اللي بيمثل الازهر، المتناقض وبيلعب بالدين لعب. لما بيقول لك ان انت لو العدو دخل عليك وانت معاك السلاح الكافي لصده، فيجب ان انت تسكت، علشان انت كده مش هتمارس جهاد الدفع، انت كده بتنتحر وبتأذي اللي معاك. نسمع كده اول مقطع وبعد كده نشوف التناقض اللي وقع فيه لما الامر بقى خاص بجماعته في قطاع غزة، جماعة الإخوان. نسمع كده أول مقطع. الفقهاء قال لك لو العدو دهم بلاد المسلمين وجب الدفع على من قدر عليه. شوف ركز على قيد القدره ده. طب انا ما عنديش القدره، يعني ايه ما عندكش القدره؟ يعني دخل عليا كده هوب، انا قاعدين في قريه او في مدينه على الحدود والعدو دخل عليا وانا كل اللي عندي السكينه بتاعتي ولا الساطور اللي بقطع بيه اللحمه بس. هو دخل عليا مدجج بالسلاح وبالطيارات وبالبتاع وبالدبابات وبالاربجات وراح داخل كسر عليا بيوتي وحاصرنا ولمنا كلنا مع بعض، وانا ما فيش في ايديا غير الموبايل بتاعي مثلا او طقطوط السجاير ولا اي حاجه، رحت ماسكها راميها عليه، راحت خبطاه، راح قال راحوا يا جماعه عاملين ايه؟ انا ما عنديش قدره، انا ظاهريا عندي قدره، انا معايا ساطور، بس هل الساطور ده فعلا هو القدره المكافئه او مش المكافئه على الاقل الدافعه اللي اقدر ارد بيها العدو، ولا دي قدره امام مقدرات العدو هي لا تسمن ولا تغني من جوعها ولا حاجه؟ فالفقهاء اتكلموا قالوا لما تبقى قدرتك كده قدامه اسكت، ما تفزعوش عليك. المهم العدو اللي لمنا على بعض ده رحت انا حاتفه طقطوه سجاير وضربه بسكينه، راح قايم رششني فاتح البتاع رشنا كل الرجال زي الفراخ، وراح واخد نسواننا مغتصبهم، وراح واخد يهنا قتلهم. بالله عليكم، هل انا ركز معايا في هذا الوضع انا كده مارست جهاد الدفع ولا مارست الانتحار؟ لا، انا ما مارستش جهاد الدفع، انا اضررت بنفسي وبمن ورائي. حضرتك سمعت اهوت. نشوف بقى التناقض اللي وقع فيه لما الامر بيخص جماعه الاخوان، جماعته. يقول لك ما تبقاش مسلم لو ما وقفتش معاهم حتى لو كانوا غلطانين. اسمع كده. مهمة جدا. واحد يقول لي الله انا مش منافق، بس انا شايف ان هم غلطوا، وانا شايف ان القرار اللي خدوه غلط، واي قرار كانوا ياخدوه بمواجهة العدو دلوقتي الصهيوني كان غلط. اقول له الاتي، فلنفرض ان قرارهم غلط، ولنفرض ان هم ما حسبوش حساباتهم صح، ولنفرض ان هم لم يراجعوا اخوانهم العرب، كل ده انا لا اشكال عندي معك فيه، ممكن يكون موجود فعلا، لكن انه يلتحم بالعدو ويكون في خضم المعركة وفي قلب النزاع السلاح مرفوع من الطرفين، فتيجي انت تبكته وتيجي انت تعتته وتيجي انت تلومه وتيجي انت تحطه عليه وعدوه يقاتله، يبقى انت مجنون، ما انتش طبيعي ولا انت سوي ولا انت عاقل ولا تعرف لاخوة الاسلام معنى. يبقى رقم 2، اخوك لما يكون في معركة حتى لو اخوك حسب حساباته غلط، تاني هعيد عشان نفهم، حتى لو اخوك يور براذر بالانجليزي المصري حسب حساباته رونج غلط، ما تلوموش هو في المعركة. اقل جهد تستطيع انك تعمله انك تدعي له، تقول له انا في ظهرك، لو انت مش قادر تقف معاه بسلاحك قول له انا في ظهرك، قوي عزيمته، اشدد من اسره، ادعم ظهره، خليك وراه، لكن ما تبقاش العدو عليه ماديا وانت عليه معنويا، لا ده ما ينفعش. حضراتكم سمعت اهوت. احكم بنفسك وشوف مشايخ الازهر بيعملوا فينا ايه، وعلى راسهم عبد الله رشدي اللي بيتاجر بالدين. والسلام عليكم ورحمه الله.